امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله. يعتزل. بدي حكم من عندك. يعتزل، مو موجود، يعتزل. يعتزل ما فيه. يعتزل خلاص. تختاري واحد من موجود. بريء. يعتزل. ما بدك لا يعتزل خلاص، يعتزل. هيدا الحكم. طيب صورة ثانية. رئيس مجلس الوزراء العراقي نوري المالكي. سجن. بريء. سجن؟ ليه؟ أجرم في حق الشعب العراقي. اوف. ليه ما حطيت اعدام؟ هم يقررون عاد بعدين. كيف هم؟ اوكي. صورة ثالثة. الرئيس التركي رجب طيب اردوغان. إيه هذا الخليفة. ايه مو يقولون خليفة المسلمين. ايه كان بيحرر فلسطين وامس استقبل وزير الدفاع الاسرائيلي. طيب شلون يحرر فلسطين؟ وصية بتتغير. استقبل اللي محتل فلسطين. يمكن مصلحة تركيا، يمكن مصلحة المنطقة ككل. ما في شيء يصلح له، هذا كذاب. شو تحطي له حكم؟ كذاب. يعني انا ما اقدر احكم عليه شعبه. انا اشوفه كذاب، واحد كذاب. بس هكذا الاخوان المسلمين. ايه هو من الاخوان. ايوه طبعا من زعمائهم، خليفه المسلمين يا رجال. كان يبي يحكمنا، يبي يرجع الخلافه الاسلاميه وتكون تركيا اسطنبول عاصمه الخلافه الاسلاميه، واحنا نرجع كلنا تبع اسطنبول. طيب صوره جديده. سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ احمد. الله يوفقه، ما عندي له شيء. لما بريء حتى الان بريء. حطي له حتى الان. حطيتي له براءة. شوف هذا خيار سيدي صاحب السمو، طالما هو اختار رئيس وزراء احنا نقبل اختياره. نختلف معاه في بعض سياساته يجوز، لكن انه راضي عن نهجه؟ بعض الاشياء راضيه وبعض الاشياء ما تعجبني. على 100 قد ايه؟ قد ايه راضيه على 100؟ للحين ما بين يعني لا للحين قد ايه راضيه على 100؟ ما مارسوا صلاحياتهم حتى الان، يعني للحين ما شفنا منه شيء. يعني خل بس يمارسون ونشوف نرجع نحكم. صورة جديدة. الإعلام اللبناني نديم قطيش. بعد يعتزل. ما في يعني ليه بده يعتزل؟ بالعكس ناجح وعامل شو حلو. لا أنا لازم تكون راضي عنه، يعني بنفس النهج معك. نفس النهج بس يعني بيهاجم حزب الله، بيهاجم المحور الممانعة. بس يعني الهجوم اللي يهجمه حق حزب الله يخليك تتعاطف مع حزب الله. اوف. يعني أنا من وجهة نظري إن إحنا لما نهاجم نعطي حقائق فاكتس ونهاجم مش نهين. هو بهين؟ إيه هو يهين. طيب صورة جديدة. الإهانة تخلي الناس تتعاطف مع الطرف الآخر اللي أنت المفروض تكره الناس فيه. بيتعاطفوا معه طبعا. صورة. الوزير السابق والإعلامي جورج أرداحي. ماكو شيء، هو مو موجود على الساحة حاليا. اوكي بس كان موجود، يعني مش من زمان فال حكم. هو حكم على روحه، يعني استقال وخلاص. هو حكم على نفسه. حكم على نفسه شو؟ استقال. مش كان وزير واستقال. اوكي. مو طلع قال انا مستحيل استقيل ولن يجبرني احد ولا اخضع لاحد، بعد اسبوع استقال. بس هو حكم على نفسه، يعني هو حكم يعني خلاص حماية للبنان، لانه بيحافظ على تخفيف وطأة الحصار الاقتصادي. من اول يوم كان المفروض يحافظ، مش بعد ما الخطوات اعتمدت يبي يحافظ. هو حكم على نفسه بنفسه. يعني ليه حاسك ما بتحبيه؟ ما يعني انا ما احب اي شخص ما يصون النعمه او ينكر الجميل. ينكر الجميل مين؟ السعوديه. هو لولا السعوديه احد يعرفه؟ قصدك MBC يعني؟ طبعا. MBC اعلام سعودي. فيعني انت لحم كتافك من خير السعوديه، تنكرها ليش؟ اول ما تجي سلطه بيدك. صوره جديده. الوزير اللبناني جبران باسيل.
بتحبيه لجبران؟ اللي حطيت الحبس. يعني اعتقد انه هو يستحق الحبس. ليه؟ حسب متابعاتي هو يستحق المحاكمه. ليه؟ لانه امريكا فرضت عليه عقوبات، صار انت كمان بدك تعاقبيه بالسجن؟ انا ماني مع السياسه الامريكيه اكيد، بس انا مع اللبنانيين، مع صوت اللبنانيين وسمعهم. بس في قسم كتير كبير من اللبنانيين بحبوه وداعمينه وبشوفوه بطل وبشوفوه رئيس جمهوريه مقبل. لا انا اشوفه يعني سجين مقبل ان شاء الله. أوه. يعني اذا في احد يخاف الله بهالبلد لازم يتحاكم. صورة علم الإخوان المسلمون. شوف انا ما احب الاعدام. بعرف ما بتحب الاعدام. مشان هيك زدت لك نفي ما استعملتيها. وضد الاعدام، الا هذول لازم هذا الفكر كله يعدم من مخ الناس كلها. هو هذا الفكر اعدم بكل الدول العربيه. هذا فكر وليس اشخاص. وهذه مشكلتنا بالتعامل مع هذول. احنا نتعامل مع الاشخاص، هم مش اشخاص. يعني مثل اوباما لما طلع وقال احنا اليوم قتلنا بن لادن انهينا القاعده. انا طلعت بنفس اليوم قلت له انت ما انهيت القاعده، انت انهيت شخص. مش القاعده طبعا، مش الفكره. مش الفكر. القاعده فكر. بالنسبه لك الكويت رح بتكون اخر محطه للسلفيين وللمتعصبين او متشددين والاخوان او لا؟ ان شاء الله تكون اخر محطه. ان شاء الله تكون نهايتهم بالكويت ان شاء الله.